السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا في سعادة وبخير وبصحة يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. قبل بقى ما أدخل على الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنعمل غدا سهل جدا ولذيذ بجد، إن شاء الله يعني الغدا ده هيعجبكم جدا وغدا بجد مميز. معايا بقى بصلتين كبار وواحدة قوطة. تمام. البصل قطعيه زي ما تحبي بقى جوانح، تقطعيه كروهات صغنن اي حاجة. وهنقطع بقى القوطة مكعبات، ومعايا قرنين فلفل رومي وقرن فلفل حامي، اللي ما بيحبش الحامي خلاص ما يحطش. هنقطع بقى الحاجات الحلوة دي كده الخضار مع بعضيه. ماشي. وهحط بقى التوابل عبارة عن ايه: فلفل اسود وبهارات فراخ والسبع بهارات. تمام. ورشة زعتر لو عندك، وعصير ليمونتين وطبعا هضيف ايه خل، وهتضيفي رشة سكر او معلقة عسل ابيض لو عندك. التوابل بقى حطيتها والملح وكل البهارات اللي انا قلت لك عليها، وهحط كمان كزبرة ناشفة. هدعك بقى البهارات والتوابل دي كويس جدا جدا مع الخضار. تمام. طبعا عندي الفراخ بقى، سواء عندك اوراك او عندك فرختين او فرخة. طبعا هتغسلي الفراخ كويس جدا جدا وهتصفيها كويس جدا من المية. تمام. وادعك بقى الخضار بقى الحلو دوت ايه مع الفراخ، هدخله في الجلد ومن جوه ومن بره بس. وهسيب بقى الخضار مع الفراخ ساعة كده على جنب تشرب من التتبيلة يعني، والفراخ والحاجات دي الحلوة دي. لو مستعجلة خلاص دخلها الفرن على طول، لو عندك وقت سيبيها ايه ساعة كده او نص ساعة. قبل ما ادخلها الفرن او في المرحلة ديت ضيفي معلقتين زيت. تمام. انا مش هضيف عليها اي مية لان هحط عليها ورقة زبدة وورقة فويل. لو مش هتحطي ورق زبدة او ورق فويل ضيفي كوباية مية مغلية، وده وزقها في الفرن في الرف اللي في النص. وقبل ما ادخلها الفرن هرش رشه فلفل اسود ورشه بابريكا مدخنه. بجد طعمها خفيف قوي في اكلها وطعمها حلو قوي قوي، وان شاء الله هيعجبكم. خلاص خلصنا اول وصفه، وصفه الفراخ هنزقها في الفرن، هتاخد معايا ساعه ونص. ساعه الا ربع متغطيه، ونص ساعه التانية هحوش الغطا وهسيب اديها بقى ايه نص ساعه ايه تكمل سواها وتاخد ايه وش حلو كده ايه في الفرن. تمام. ادي اول وصفه. تاني وصفة بقى بجد يعني، بجد انا اتمنى ان انتوا تعملوها لانها وصفة لذيذة جدا وخطيرة وطعمها يعني من هنا لبكرة طعمها حكاية بجد يعني. هنعمل جلاش بالشاورما، طعمها حلو قوي قوي. اللي ما جربش الجلاش بالشاورما بجد يجرب الطريقة دي، وان شاء الله بجد هتنبهروا بالطعم. معايا بقى نص كوباية لبن، ومعلقتين كبار بهارات شاورما من السوبر ماركت او من العطار، ومعايا عصير ليمونه وفلفل اسود ورشه بهارات فراخ او السبع بهارات. تمام. ورشه بابريكا او رشه شطه. هقلب بقى خلطه الشاورما مع اللبن مع التوابل اللي قلت عليها، وطبعا الملح. هظبط الملح والليمون والخل والكلام ده كله. وهنزل بقى ايه بنص كيلو صدور بانيه، طبعا غسلها كويس ومقطعاه ايه مكعبات او شرايح اللي يعجبك، فمكعبات يفضل انها تكون مكعبات. طبعا عندك نص كيلو او اقل من نص كيلو من صدور الفراخ، الوصفه تمام وشغاله وزي الفل. طبعا ايه معايا زيت او اي ماده دهنيه او سمنه اي حاجه، هتسخن كويس جدا جدا معايا. هنزل ايه بالشاورما معايا، تاخد صدمه وهقلبها تقلبتين حلوين كده. تمام. لونها بس هيغير، وهنزل معايا ايه بالبصله، بصلايه حلوه كده كبيره مقطعاه ايه مكعبات صغيره، بتسكرها وبتديها طعم حلو قوي قوي للوصفه. وطبعا هكون مجهزه قطايه وقرن فلفل حامي على قرن فلفل رومي. اللي مش عايز في الوصفه اي شطه ده بيرجع لك انت يا ست الكل. بس كده طبعا ايه هتشوحها كويس جدا. وهنزل طبعا ايه بالفلفل والقوطه، وهديها غلوه واحده بس بالفلفل والقوطه. وانا عايزه الوصفه هنا تكون فيها جوسي، تكون مش ناشفه معايا الفراخ، بالعكس انا عايزه فيها ايه نسبه طعم من طعم الشاورما يعني، تكون ايه طريه شويه معايا، تديها طعم حلو قوي. طبعا ضفت هنا معاكم معلقه رشه بسيطه كده من بابريكا عشان تديها لون ايه حلو كده معايا.
يا ريت يا حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو لايك وشير كده واشتراك في القناه. بجد انا بحبكم في الله، وربنا يحفظكم يا رب، وتحققوا كل اللي نفسكم فيه، اللهم امين يا رب. خلاص كده خلصنا الايه الشاورما. اجيب بقى صينيه، اللي هي الصينيه الوسط بتاع الطقم بتاعك، او الصينيه مقاس 32. هدهنها طبعا كويس بالماده الدهنيه اللي عندك. وعندي نص كيلو جلاش. ويا ريت الجلاش تجيبيه بقى ايه من عند الفطاطري او اللي هو الكنفاني، بيبقى طري كده وطازه يوم بيومك. لو ما عندكيش من السوبر ماركت جلاش، انت عارفه ان جودته جلاش ان انت عارفه الجلاش ده طعمه حلو وكويس، هاتيه اي نوع يعجبك هاتيه. هضيف بقى الجلاش رق رق كده، وهضيف عليه سمنه مش كتير. بالفرشه كده هدهن حاجه بسيطه كل راق. بس هاجي النص بقى لفه الجلاش، هضيف الشاورما بتاعتي وهضيف عليها جبنه موتزاريلا. عندك ضيفي، ما عندكيش خلاص، يعني لو عندك حطي، ولو ما فيش خلاص تمام. بس وهضيف بقى الايه لفه نص لفه الجلاش التانية هدهنها بنفس الطريقه. وهقطع معايا بقى الجلاش عشان يبقى سهل معايا لما تيجي تطلعيها. لما تقطعي الجلاش قبل ما تدخليه الفرن بيسهل معاكي لما يطلع من الفرن تطلعي الجلاش بكل سهوله، ما يتكسرش معاكي وما يبهدلش وما يتبهدلش معاكي وانت بتطلعيه عشان تقدميه يعني. ادي صينيه الجلاش خلصت وسهله جدا وبجد طعمها حلو قوي. طبعا كلنا بنعمل جلاش باللحمه، لا جربيها بالشاورما، بطريقه الشاورما دي بجد والله طعمها حلو قوي. هقطع بقى معاكم الجلاش، وبعد كده هنعمله التشريبه الحلوه. ونسيت اقول لكم الجلاش لما تدخليه الفرن هتدخليه طبعا، هتشربيه التشريبه بتاعته، واول ما يطلع من الفرن طبعا هتطلعيه مستوي. ورش عليه رشه جبنه كمان لو تحبي يعني لو هرش عليه جبنه موتزاريلا هرش عليه لما يستوي، وادخله الفرن لمده 5 دقايق كمان الجبنه تسيح معايا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. معايا بقى كوبايه لبن، ومعايا بضايه، ورشه بسيطه جدا ملح وفلفل اسود. وهضيف بقى التشريبه دي على الجلاش، وادخل على فرن درجه حرارته 200. هياخد معايا نص ساعه، وطبعا حسب فرن كل واحد ممكن تاخد معاكي تلت ساعه لنص ساعه. نسيت اقول، معلش انا اسفه. هضيف على اللبن نص معلقه بيكنج باودر، بتورق معايا الجلاش وبيطلع معايا مش مكتوب. فاضيفه على اللبن نص معلقه كبيره بيكنج باودر. والفراخ طلعت معايا والجلاش الرهيب. بجد جربوا الطريقه دي، يعني لو جربتيها تعمليها كذا مره. يلا اسيبكم في رعايه الله، مع الف سلامه.